السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبتدي حبايبي مننساش شير ولايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ما تنسونيش بكومنت حلو لايكات اكتر. معاكم قناة فنجان الهنا. يلا بينا نشوف فنجانك هيقول ايه يا برج العقرب. بس قبل ما نبتدي حبايبي ياريت كده نصفي النية وندي لنفسنا طاقة ايجابية ونسمي بسم الله. صلي على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. خير ان شاء الله. برج العقرب قراءتك النهاردة بتاريخ 1 مارس 2023 يوم الأربعاء. ما نلتزمش خالص بالتاريخ، بقدم لكم مصداقية للقناة ولكن طاقتك مفتوحة عليك. طبعا لا يعلم الغيب إلا الله. القراءة بتنطبق على الجنسين رجل وامرأة وكل الأعمار. القراءة بتكون عامة وليست خاصة. يلا بينا نحط لايك، نحط كومنت حلو. كمان يا برج العقرب في قناة تانية ليا باسم السعادة والهنا، هتلاقوا اللينك بتاعها بإذنك. بليز دعمها باللايك والاشتراك. طيب برج العقرب، شايفة ان للبعض منكم ان في شيء انت ان الشيء ده متقفل عند البعض منكم. يعني مقفل خالص، مقيد خالص ليك، مش عارف تتخطى امر في، يعني مش عارف تتخطى امر معين ليك، متقفلة عندك شوية. ولكن شايفة انك انت هنا يعني زي ما يكون ضعيف عن انك انت تتخطى امر. بس شايفة ان في توفيق في حاجة انك انت كنت ضعيف فيها، او انك انت ما زلت ضعيف في الشيء، انك انت انه يتفتح ليك، لاني شايفة ان هو متقفل جدا. وشايفة انك انت لا، هيكون في هنا توفيق. وشايفة ان في تحسن يا برج العقرب، لان شايفة انك انت متحمل حاجة قوي قوي، انك انت مش عارف تتخطاه. لكن انا شايفة ان شاء الله في توفيق. بص هنا برضو شايفة انك انت ضعيف من ناحية اتمام شيء ليك. يعني الحبل مش متين، مش متمكن من شيء قوي قوي ان هو يتم. فشايفة اني آه في فرحة في امر زي ده، في فرحة في امر زي ده ان شاء الله. شايفة انك هتفرح في امر زي ده، انك انت مش متمكن من ان هو مش متمكن من امر معين. لا، شايفه ان في فرحه، شايفه ان انت هنا في توتر، وحاجه انك انت سمعتها، حاجه انك جالك عنها خبر او حاجه فخلتك في توتر، مخلتك في خوف شويه. بس شايفه ان هو مش هيطول، يعني ليك الخوف والتوتر دوت هيزول من عندك. طبعا احتمال يكون البعض منكم في الطاقه او مر بالطاقه او يمر بالطاقه. في حاجة تم فيها الاتفاق، تم فيها التفاهم، تم للبعض تحقيق. يعني شايفة ان ممكن يكون ان ده تم، او ان هو هيتم ليك حاجة هيكون فيها اتفاق وتفاهم وتحقيق ان شاء الله. عندك حرف الاف والجي والدبليو، بس عندك حرف الدبليو في طاقة سلبية. يعني ممكن يكون انت اللي في اسمك الحرف ده، او في اسم شخص حواليك الحرف ده. فشايفة انك انت ممكن تكون بتمر بطاقة سلبية، او شخص مقرب منك بتمر بطاقة سلبية. طب البعض منكم يقول لي مش ينطبقش عليا ولا على حد. خلاص، مش طاقتك، هي مش طاقتك، طاقة حد تاني، سيبها لحد تاني. عندك هنا برضو حرف الحاء يا جماعة، وحرف الاي. حرف الاي فيه طاقة سلبية برضه. في حاجة اتفكت ليك او انها هتتفك ليك. يعني شايفة ان في انفراجة من ناحية شيء يتفك، او بس له علاقة بان هو يتفك. يعني ممكن يكون مثلا حاجة كانت مقيدة قوي، او ممكن يكون ان بعضكم كان في طاقة سلبية مسيطرة على البعض منكم، من حسد، من عين، من سحر، بس اتفكت او انها تتفك. يعني لو ما اتفكتش فهي على وشك انها تتفك. تمام. في افتتاح لأمر ثمين ليك، يعني حاجة ثمينة ليها مقدار. ممكن يكون ده مشروع، ممكن يكون افتتاح
كلام او حاجة البعض منكم كانت حاجة كبيرة ليه، كانت اتقفلت، حاجة كانت اتأجلت، حاجة كانت يعني مقيدة ليك او حاجة، بس شايفة ان في افتتاح، يعني الطاقتين موجودين. خد طاقتك بقى. اطمئنان قريب ليك من ناحية حاجة، ممكن تكون انت في انتظار انك تطمئن من ناحية امر، فهو قريب ليك الاطمئنان. او نكون ان البعض منكم وضعك مفهوش اطمئنان، اذا كان مستقبل او اذا كان من ناحية موضوع او حاجة، موضوع او من ناحية تعب او من ناحية لا، الاطمئنان من ناحية امر معين محتاج فيه اطمئنان، هيكون موجود، هتكون في فرحة. في حاجة انت بتعطي فيها بس معقدة لسه، يعني انت عمال تعطي فيها، او كنت كان ممكن تكون انت كان في حاجة انت كنت معطى فيها، كنت يعني بتعطي من طيبة من حنية، وبتعطي من فلوس، بتعطي من حاجة، الله اعلم انت كنت بتعطي ايه. ولكن شايفة ان الشيء ده يعني ما كانش، كان معقد لك برضو. تمام، كان معقد لك، ولكن شايفة ان في طريقة اهو اتفتح، او انها يتفتح، او انه اتفتح يعني شايفة ان في فرج هنا، في انفراجة. والشيء بقى ده اللي هو كان معقد لا انتهى، او ان هو بينتهي خلاص يعني. ما تقلقش خالص، شايف ان الطريق هنا اتفتح لك، وهينتهي عندك الحاجة اللي زي دي. حرف الت والره والكاف والميم والهمزة اللي بتكون على السطر، او تكون همزة على يعني على الطبق او حاجة. تمام، يعني فشايفة ان هي الهمزة عموما موجودة، تنطبق معاك بقى في اسمك، او تنطبق في اسم اشخاص. في طاقة رجوع هنا، طاقة رجوع هنا تمت ولا لأ، او هتتم مع البعض منكم، او انها تمت مع البعض، مش شرط تكون. بس شايفة ان هي كانت تحقيق، يعني البعض منكم طالما تحقيق يبقى ليها علاقة بانك انت كنت بتتمنى رجوع، رجوع لمكان، رجوع لشخص، الله اعلم. ولكن في هنا طاقة رجوع اتحققت او انها هتتحقق. وتعالى يا برج العقرب نشوف فنجانك هيقول ايه، ان شاء الله خير. محطش لايك بليز بعد اذنك دوس لايك. برج العقرب، شايفة اني مجمع عندك كالقاعة كده قد كده اهو، مخلياك محبط، يعني شايفة اني مجموعة اشياء ليك مخلياك في احباط، يعني محبط من مجموعة اشياء، محبط من اكتر من حاجة، مش من شيء واحد. شيء مش يعني درجة الاحباط دي جايلك من مجموعة حاجات، مش من حاجة واحدة، صح؟ فشايفة انك انت في طاقة زي ديت. بس احب اقولك ان طاقة الاحباط اللي عندك ديت، شايفة ان الطريق عندك سالك اهو، يعني انا شايفة يعني ملهاش اي 60 لازمة الاحباط اللي انت فيه. شايف انك انت هتفتقد، يعني انت هتفتقد الاحباط ده، يعني هيبعد عنك، في افتقاد لاحباط، وده المطلوب، ان يبقى في خروج من ناحية احباطك لامر معين او حاجة معينة، او بظروف اكتر من ظرف ليك. لا، ملوش داعي لكل ده. في هنا اسم عامر واسم ايمن، يعني الاسمين دول موجودين، بس اسم ايمن في طاقة سلبية. طب ممكن تكون اسمك، ممكن تكون اسم شخص حواليك، بس في طاقة سلبية الاسم ده. طيب، فشايفة ان الاسمين دول موجودين. في تحقيق للبعض منكم، اذا كان تم او هيتم، بس التحقيق ده من خلاله هتتغير، تحقيق هتتغير، بس هتتغير للأفضل، يعني هتتغير لشيء إيجابي ليك، لشيء كويس. وشايفة إن التغيير ده زي ما يكون فيه تحدي، يعني ممكن تكون أنت كنت بتتحدى نفسك إنك
يعني تتحدى حد او تتحدى نفسك في انك انت تحقق حاجة معينة، وهيكون من خلالها تغيير ليك. فشايفة ان في طاقة زي ديت عند البعض منكم. تمام. يعني شايفة ان تحقيق تسبب في تغيير او انه هيتسبب في تغيير ليك يا برج العقرب. وشايفة كمان طاقة تانية ان للبعض منكم كتغيير امر معين عندك، او تغيير في نفسك، او تغيير في شيء معين. امر ممكن يكون انه يحصل فيه تغيير او حاجة، فشايف او لشخص يحصل فيه تغيير يعني الحاجة التغيير ده للافضل. فشايفة ان كده كان امر انت كنت بتتمناه وده اتحقق او هيتحقق عندك. في تعويض هنا، بس التعويض ده ليه علاقة بفلوس، بمادة، تعويض مادي يا جماعة. شايفة ان بعضكم بتسعى عليه، او انت سعيت عليه، او يكون محتاج تسعى على امر يخص مادة، وهيكون في تحقيق او في تعويض. يعني شايفة ان هو في تعويض مادي عندك. انت بتعطي تحذير لحد، او يكون العكس. يعني ممكن يكون حد بيحذرك من ناحية شيء، ممكن يكون التحذير ده يكون انت بتحذر حد منك، ابعد عني مثلا، او كتحذير. ممكن يكون يعني بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرة. يعني ممكن تكون بتحذر حد يعني بشكل مباشر، او ممكن تكون بتحذر حد بشكل غير مباشر، او جوه نفسك بتحذره منك. تمام. او يكون ان للبعض منكم تكون العكس، يعني حد هو اللي بيتعامل بالشكل ده. او برضو ممكن تكون طاقة تانية ان للبعض منكم بتعطي حد يعني ان هو مش تحذير بقى وخلي يعني وانك انت ابعد ومش والكلام ده، لا. ممكن تكون تحذير ده بانك انت بتخليه يحرص من حاجة ليه هو خصه هو. يعني ك يعني انك انت بتخليه يحرص من شيء معين، انه مثلا يخلي باله منه او حاجه زي كده. وبرضه ممكن يكون العكس، ممكن يكون ان الطاقه دي مش موجوده لسه بس هتكون موجوده. يعني ممكن تكون مش موجوده عند البعض منكم اصلا، بس هتكون موجوده او تكون مر بيها البعض. في لوم هنا، في لوم من ناحيه شماته يا برج العقرب. لوم من ناحيه شماته. هل انت اللي بتلوم ولا حد بيلومك؟ الله اعلم. بس انا ليه بقول لك انت ولا حد؟ لان الطاقتين موجودين. يعني انا ما اقدرش اقول لك انت اللي بتلوم، ولا اقدر اقول لك ان حد اللي بيلومك، لان الطاقتين موجودين. لان الطاقتين موجودين يبقى بتنطبق مع البعض كده وبتنطبق مع البعض كده، بس في لوم بالشكل ده. شايفه انك انت مغطي على امر، الامر ده اللي مغطي عليه وساكت عليه ده اللي يخص البعض منكم ايجابي ويخص البعض منكم سلبي. يعني ممكن يكون يخص البعض منكم شيء ايجابي بس انت مغطي عليه، يعني بايه؟ مخبيه. او ممكن يكون من العكس، ممكن يكون فنجانك طالب منك ده. عندك حرف اله واليه. تمام. وحرف الت والقاف والف والط. الحروف دي موجودة. طب طاقة برج الحمل متواجدة هنا برج العقرب. وشايفة ان ممكن تكون برج الحمل متواجد هنا، طاقته موجودة هنا متابع ليك، او ممكن يكون طاقة برج الحمل موجودة عندك في شخص محيط بيك، او في حاجة كنت بتمر بيها مع برج الحمل، اذا كانت ايجابية او سلبية عند البعض، او حاجة تخص شخص مقرب ليك تخص برج الحمل.
في حاجة يعني ايه بتكبر منك، بتتوسع منك، بس بنصر. يعني بنظرة ليك الشيء اللي هو اتوسع عندك او ان هو يتوسع عندك. فشايفة ان هو بنصر، وشايفة ان يعني ممكن يكون في مجال من ناحية حاجة، الله اعلم. لكن شايفة ان برضو الطريق مفتوح هنا هو بكل خير، يعني طريقك ابيض. شايفة ان في توسع في حاجة معينة ليك، جميل جدا. شايفة انك انت التوسع ده يخليك تتخطى شيء كبير قوي، او تتخطى حاجات كتيرة قوي، يعني ممكن تكون تتخطى من خلاله امور كتيرة تخصك. طب برج العقرب، بكده انا خلصت قراءتك. تمنوني عليكم في الكومنتات. اذا عجبكم الفيديو مننساش شير ولايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبالنهاية انا بشكركم وبتمنى لكم الخير والسعادة والتوفيق في حياتكم. انتظروني في قراءة فنجان جديدة. بحبكم في الله وبحبكم جدا جدا. باي باي.